عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة تاريخ 21/4/2026. شركة تابعة لرايا والعاصمة الإدارية تدشنان مركز للابتكار في العاصمة الجديدة. تفاصيل الخبر كده. أطلقت شركة رايا للمباني الذكية التابعة لشركة رايا القابضة للاستثمارات المالية بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مركز الابتكار في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة رايا المباني الذكية التابعة لشركة رايا القابضة للاستثمارات المالية خلال الافتتاح أن الشركة تستهدف إطلاق 15 مركز لريادة الأعمال خلال السنوات الثلاثة المقبلة داخل مصر وخارجها. رايا شركة رايا. البورصة المصرية توسع قائمة برنامج الطروحات الحكومية ب6 شركات إضافية. تمام. الشركة الوطنية للأمن الغذائي تشتري 1,000,000 سهم خزينة خلال جلسة اليوم. شوف تفاصيل الخبر بسرعة. أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عن تنفيذ عملية شراء للأسهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. وأوضحت الشركة في بيان رسمي مرسل لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أنها قامت بشراء 1,000,000 سهم خزينة. وأشارت الشركة للأمن الغذائي إلى أن عملية الشراء التي تمت اليوم تأتي تفعيلا لقرار مجلس الإدارة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026، وذلك أقر فيه خطة شراء أسهم خزينة. الشرقية الوطنية للأمن الغذائي. طيب، مساهمين يعززون حصصهم في شركتين مقابل تخارج جزئي في 3 شركات. ارتفاع 123 سهم في البورصة المصرية. أبرز الرابحين والخاسرين اليوم. تخطيط اكتتاب زيادة رأس المال توسيع للتخصيم 99.6% في المرحلة الأولى. القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 25 مليار بجلسة الثلاثاء. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالختام بدعم المؤسسات المحلية والأجنبية. القلعة تكشف تحول المصرية للتكرير للربحية في ظل التوترات الجيوسياسية. شوف تفاصيل الخبر بسرعة. أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن تحقيق شركتها التابعة الشركة المصرية للتكرير طفرة قياسية في أرباحها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، وهو ما يشير إلى استفادة الشركة من التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية التي شهدتها المنطقة في أواخر شهر 2. تمام. شركة القلعة. البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون دلتا للطباعة والتغليف. تفاصيل الخبر. البورصة المصرية أن نهاية الحق في توزيع النقد لشركة دلتا للطباعة والتغليف بإغلاق جلسة يوم الاثنين 4/5/2026. وأوضحت البورصة في إفصاح اليوم الثلاثاء أنها تقرر توزيع كوبون دلتا للطباعة رقم 17 بواقع 10 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارا من 7/5/2026. 10 جنيه للسهم دلتا للطباعة والتغليف. تمام. دلتا للطباعة والتغليف. البورصة المصرية تتحرك عالميا لجذب الاستثمار الأجنبي عبر شراكة التمثيل التجاري. العقارات تسيطر على سيولة بورصة مصر. 3 أسهم تجذب 1,100,000,000 جنيه. العقارات. سيطرت أسهم العقارات على تداولات البورصة خلال تداولات اليوم ليقتنص 3 أسهم أكثر من 1,100,000,000 وسط زخم من السيولة. وتصدر سهم بالم هيلز تداولات البورصة ب523 مليون، بينما نفذ كل من طلعت مصطفى وأوراسكوم للتنمية حوالي 338 مليون سهم. يبقى بالم هيلز وطلعت مصطفى وأوراسكوم للتنمية. العقارات. طيب، خسائر بي اي جي للتجارة تهبط 91% خلال
2025. كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة BIG للتجارة والاستثمار عن العام الماضي تراجع خسائر الشركة بنسبة 91% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها سجلت خسائر بلغت 5 مليون جنيه خلال 2025 مقابل خسائر بلغت 57 مليون جنيه خلال 2024 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. تمام، ماشي. مؤشر بورصة مصر يقلص مكاسبه في المنتصف قرب 51,900 نقطة. 27 إبريل نهاية الحق في تجزئة سهم الإسكندرية للاستثمارات المالية. 27 إبريل. أرباح مصر الزيوت والصابون تنمو 63% خلال الربع الأول متخطيا المستهدف. شوف تفاصيل الخبر بسرعة. كشفت المؤشرات المالية غير المدققة لشركة مصر الزيوت والصابون عن الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 62% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان البورصة اليوم أن نتائج الأعمال أسفرت عن تحقيق فائض أرباح قبل الضرائب بلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026 مقابل أرباح بلغت 13 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، طبعا في تضخم في أسعار الزيوت. بورصة مصر تنفيذ صفقات ب15 مليون جنيه على أسهم شركة وبنك مقيد. ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية الثلاثين قرب 52 ألف نقطة. البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون توسيع للتخصيم أن نهاية الحق في التوزيع النقدي للشركة توسيع للتخصيم إغلاق جلسة يوم الاثنين 4/5/2026. وأوضحت البورصة في إفصاح اليوم الثلاثاء أنها تقرر توزيع كوبون توسيع للتخزين رقم 3 بواقع 7 قروش للسهم الواحد. تمام. تحركات إيجابية تدفع سهم إيبكو لاختبار مستويات تاريخية حاسمة. الرقابة المالية تقرر إجراءات بنيان لزيادة رأس المال عبر أسهم مجانية. تراجع أرباح الوطنية للطباعة 37% خلال 2025 بضغط من التكاليف وفروق العملة. العربية لحلق الأقطان تتحول للربحية في 6 أشهر والشركة توضح السبب. رائع الخدمات مراكز الاتصالات تقرر تأسيس شركة جديدة لخدمات التعهيد. الرقابة المالية تقرر إجراءات أرب ديري تخفيض رأس المال بإعدام أسهم خزينة. بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون غاز مصر أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة غاز مصر بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 3/5/2026. رقطة تبيع خردة ومعدات في مزاد عالمي بقيمة 24 مليون جنيه. يبقى احنا كده غطينا أهم الأخبار. شكرا لحضراتكم.